ازيكم يا شباب. الفيديو ده هيكون مقدمة عن الويب هوكس والاي بي ايز وازاي نستخدمهم وليه اصلا هنتعلمهم عشان هنعمل بيهم ايه. فخلونا نشوف كده حاجة سريعة الاول، عامل سلايد كده صغيرة. خلونا نجو ثرو السلايد دي وبعد كده ايه نشوف حتة عملي. ومن الاول الفيديوهات اللي جاية ان شاء الله هيبتدي العملي الكامل. فخلونا نفهم الأول مع بعض ايه الويب هوكس والاي بي اي. ده حاجة مصغرة كده بتبين لنا ايه الفرق ما بين دي وما بين دي. فالأول تعالوا نعرف ايه الفرق ما بين دي ودي. الويب هوكس زي ما هو باين ببساطة، اللي تحت دوت هتعتبره السيرفر او السيرفيس او الويب اب اللي انت شغال عليه وبيبعت نوتيفيكيشن. خلينا ندي مثال بالووكومرس وده يعني اكتر حاجة هتفهمنا. فخلينا نقول اللي تحت ده الووكومرس، وانا قلت له اول ما يجيلك اوردر ابعت لي الاوردر ده على السي ار ام بتاعي، لان انا هعمل بيه بعد كده حاجات واسجل الاوردر بيانات ايا كان اللي هعمله على السي ار ام. فوانس ان بيحصل اوردر على الووكومرس بيبعت الداتا دي على العنوان اللي انا كاتبه له، اللي هو في الحالة دي هيكون السي ار ام بتاعي. فالكلام ده او الويب هوكس هي وان واي. وانس ان بيحصل التريجر اللي انا قايل عليه بتتبعت لي الداتا على العنوان اللي انا قايل عليه. تمام. بعكس الاي بي ايز بقى، هي رايح جاي. انا مش بقول مثلا لما يحصل تريجر، لا انا بخش اجيب الداتا اللي انا عايزها. فلو بصينا هنا مثلا هتلاقي بادئه من فوق من المكان اللي انا فيه. فخلينا نقول مثلا انا في السي ار ام وعايز اجيب داتا، فبعت قايل كده ايه send me data، بعتها للوكوميرس. دخلت اعمل فيتشنج لداتا معينه ان انا اجيب بيانات اوردر او اجيب بيانات برودكت، وبيرجع لي الريسبونس تاني من الووكوميرس اهو. ده الريسبونس اللي راجع. here you go، يعني دي البيانات اللي انت عايزها بترجع لي في هيئة ريسبونس. طيب كده فهمنا الويب هوكس عبارة عن ايه والاي بي اي عبارة عن ايه. فالاوبشن ان انا بحب مثلا الويب هوكس او بحب الاي بي ايز فهستخدمها بس، ده ما ينفعش. هو ده مش اوبشن اصلا، لان كل واحدة ليها استخداماتها. انا ممكن اكون بتعامل مع سيرفر خارجي او مع حاجة انا ماليش تدخل فيها، ففي الحالة دي انا بستخدم الويب هوكس لان هو بيتيح لي، بيقول لي دي الايفنتس اللي عندي، اختار الايفنت اللي انت عايزه، لما يحصل هبعت لك البيانات. ففي الحالة دي انا باخد البيانات بقى عندي على السيرفر، على الويب سايت، على السي ار ام ايا كان، وبستعمل البيانات دي بقى بعد كده ان انا احط حاجة عن طريقها يعني. طيب ال API هو بيتيح لي، بيديني كده عناوين URLs اسمها API endpoint. بدخل اجيب ليست حاجة معينة، ادخل احط بوست جديد، احط يوزر جديد، اعمل edit على يوزر. الحاجات دي كلها عن طريق ال API. احنا ليه اصلا هنستعمل ده؟ ده عشان اولا الشركات، الاوبريتنج سيستم بتاع الشركات هو الاي ار بي، اللي هو شامل السي ار ام وحاجة البوكس والماركتينج والانفنتوري مانجمنت سيستم. فكل الناس دي وكل الشركة شغالة على الاي ار بي سيستم. انت لما بتيجي تعمل له ويب سايت انت بتعمل له حاجة اضافية صغيرة جدا. محدش بيشتغل على الويب سايت بالخصوص، لا هو بيبقى حد شغال في السيستم. مثلا انا بمانج الانفنتوري في الشركة وبحط الحاجات اللي جت والحاجات اللي خلصت وهكذا. انا مش عايز اعمل الشغل ده وفي الاخر بعد ما اخلص ارجع اعمل شغلي تاني على الويب كوميرس، اروح على الويب سايت اعمل الابديتس دي كلها تاني. ففي الحالة دي الاي بي اي هيريحني طبعا، ان انا اول ما اخلص شغلي على الاي ار بي سيستم يروح باعت على الووكوميرس عامل له الابديت خلاص اوتوماتيك. فانت كده بتعمل اوتوميشن وبتعمل انتجريشن. دول اهم حاجتين في الشركات وفي الشغل الكبير عموما، وده اللي هينقل شغلك من مكان لمكان تاني خالص. فزي ما احنا شايفين هو الانتجريشن مع اي ار بي سيستم، مع الويب سايت، موبايل اب، او اي ديجيتال تولز احنا عايزينها. نيجي بقى للتولز اللي احنا هنستخدمها. ايه الحاجات اللي احنا هنستخدمها عشان نقدر نعمل تيست ونقدر نعمل نشوف البيانات اللي جاية والحاجات دي كلها. أول حاجة عندنا البوستمان. بوستمان ده ابلكيشن، اللي هو ده ابلكيشن بعمل عليه تيستنج للاي بي اي. الاي بي اي عشان نبقى عارفين بس فيها
4 ميثودز دي اللي احنا محتاجين نعرفها، اللي هي الجيت. جيت يعني انا بجيب انفورميشن من على السيرفر ده. بوست ان انا هحط بيانات جديدة اول مرة بتتحط، يعني ان انا احط يوزر، احط مثلا على الووكوميرس اعمل ايتم او اعمل برودكت. البوت دي ان انا هعمل ابديت على ايتم اوريدي محطوط على السيرفر، يعني انا عملت برودكت بالبوست، عايز اعمل له ابديت اغير اسمه مثلا، يبقى بوت. ديليت من اسمها باين ان هي تمسح كل حاجة. تمام. فالبوست مان ده اللي هنستخدمه في التستنج بتاع الاي بي ايز. هنا عندنا ويب هوكس دوت سايت. الويب هوكس زي ما اتفقنا لازم يكون في يو ار ال مفتوح على طول، بيستقبل الايفنتس اللي جايه من الووكوميرس مثلا او من اي بلاتفورم. فويب هوكس دوت سايت ده بيديك يو ار ال تقدر تستخدمه في التستنج، وهنشوفه دلوقتي. الجيسون فورماتر. عموما الويب هوكس والاي بي ايز الريسبونس بتاعهم او انت بتبعت البيانات عليهم هي مكتوبة بصيغة الجيسون، وده هنشوفه كمان شوية. بس ساعات الريسبونس بيبقى جاي لي كله الكلام لازق في بعض وانا مش شايف حاجة، ففي الحالة دي بنستخدم الجيسون فورماتر، بحط له البيانات دي وهو بينظمها لي بحيث ان انا اقدر اقراها فقط. هو مش بيعمل اي حاجة تانية غير ان هو بيرتب السطور عشان اشوفها واعرف اقراها. الاوتوميتور. الاوتوميتور ده من البلجنز المهمة جدا على الووردبريس. ممكن تعمل اوتوميت لحاجات كتيرة. ممكن اول ما فورم يحصل لها سبميشن يحصل بعدها كذا ايفنت عن طريق الاوتوميتور. تقدر تفتح بيه ويب هوك على الووردبريس ان هو يستقبل ويب هوك. وانس ان انت استقبلت ده تقدر تعمل بيه اي حاجة على الووردبريس. تقدر تعمل بوست جديد مثلا، تقدر تعمل يوزر جديد، تعمل ابديت لحاجة معينة. فالاوتوميتور ده هيفيدنا جدا في الجزئية برضو بتاعة الانتجريشن والاوتوميشن. خلينا بقى نشوف مثال واقعي ايه الفرق، او ازاي نستخدم الويب هوكس وازاي نستخدم ال APIs. انا دلوقتي فاتح ووكوميرس، تمام، وعايز افتح الدوكيومنتيشن. اي بلاتفورم او اي حاجه زي الووكوميرس بيبقى ليها دوكيومنتيشن للاي بي اي عشان تعمل ايتم جديده، عشان تعمل ابديت على الايتم او البرودكت. يعني انت مش عارف هتعمل ايه، ما هو لازم يكون في دوكيومنتيشن بيقول لك ده اليو ار ال، ودي الميثودز، ودي الحاجات اللي مطلوبه، ودي حاجات مش مطلوبه بس ممكن تضيفها. لازم يبقى فيه دوكيومنتيشن. فانا هاجي هنا هدخل على جوجل، كتبت WooCommerce API Documentation، وده على فكرة على اي حاجة. يعني انا لما بدخل مثلا على السي ار ام بكتب زو سي ار ام API Documentation، نفس الكلام ده بيطلع لي الدوكيومنتيشن بتاعتهم، مش محتاج تحفظ يعني مكانها. فخلونا ندخل على اول لينك، وتاني لينك على فكرة هيدخلنا عليها على طول، بس خلينا نجرب ده. اهو دخلني هنا بيشرح لي شوية حاجات عن ال REST API، وفي فيديو بيقول لك ازاي تفعلها. بس احنا هندخل على التكنيكال دوكيومنتيشن على طول، وده بقى دوكيومنتيشن بكل حاجة موجودة في الاي بي ايز، يعني كل حاجة الووكوميرس بيتيحها لك. فخلينا ناخد مثالنا على ان احنا عايزين نعمل برودكت. تمام. فهنيجي هنا على البرودكت فين اهي، هفتحها، هلاقي في create product retrieve product أليست كل البرودكتس دي طبعا عن طريق get، بيجيب لي كل البرودكتس الموجودة. duplicate update delete batch. طيب كل الحاجات دي اقدر استخدمها. احنا دلوقتي عايزين نكرييت برودكت لأول مرة. اول ما دوست عليها لقيت هنا بوست، يبقى الميثود اللي انا هستخدمها هي البوست. عندنا هنا في اليمين حاجة اسمها curl، اللي هو الميثود دي بتبقى جايبه لك آه كل الحاجات المطلوبة عشان تقدر تعمل. انا هاخدها كوبي كده. تقدر تعمل الريكوست ده، ال URL طبعا اللي احنا هنستخدمه، الحاجات كلها اللي زي الاوثنتيكيشن والداتا اللي احنا محتاجينها والحاجات دي كلها. فخلينا ناخد ده زي ما هو كوبي وهحطه في بوست مان. هاجي هنا طبعا دي كوليكشنز انا عاملها عشان في حاجات بتبقى بعمل لها تيستنج، فبتلاقي مثلا فيها كذا حاجة، فبعمل لهم سيف عشان اقدر ارجع لهم بعد كده ما اقعدش اعمل حاجات من الاول تاني. فسيبنا من الحاجات دي خالص. هنيجي هنا على import وهحط الكيرل ميثود اللي انا خدتها paste. هيقول لي هي ديت
عايزة import without saving ولا هسيف في collection؟ خلينا without saving دلوقتي. ودلوقتي اداني ال URL اللي انا هستخدمه، بس لو بصينا هنا هلاقي example.com، ده مش ال URL بتاع الويب سايت بتاعي. فهرجع هنا كده، هاخد ال URL بتاع الويب سايت بتاعي paste. معلش انا عندي ستوديو تيم ده عبارة عن ويب سايت، عشان في كذا في debugging.in في كذا ويب سايت، فعشان محدش يتلخبط انت طبعا الويب سايت بتاعك هيبقى لحد دوت كوم مثلا دوت نت دوت اي حاجة. تمام. فهنروح على الاوثرايزيشن بعد كده. انا لازم قبل ما اعمل اي حاجة عن طريق الاي بي اي لازم اوثرايز نفسي، يعني لازم اقول ان انا شخص اوثرايزد اقدر اعمل الايديتس اللي هتحصل دلوقتي. طيب محتاجين consumer key و consumer secret، هنجيبهم ازاي؟ خلينا نرجع على الووردبريس، هروح على الووكوميرس settings، وبعد كده هنلاقي بقى الاوبشن بتاع ال API والويب هوكس في الادفانسد. احنا دلوقتي هنستخدم API الاول، فادخل عليها واقول له add key. الديسكريبشن بتاعه ايه؟ خليه تيست مثلا. والبرميشن انا مش عايز اريد بس، انا عايز ريد ورايت، يعني انا عايز افتش داتا وعايز احط داتا كمان. فخليها ريد ورايت وجنريت اي بي اي كي. طبعا هو هنا طلع لي كونسيومر كي وكونسيومر سيكريت، ودول ما ينفعش تعمل لهم شير لاي حد خالص غير الحاجات يعني الناس اللي شغالة مثلا على الانتجريشن وكده، لان دي هتتيح لهم ان هم يعملوا كل حاجة على الووكوميرس. فدول طبعا زي الباسورد بالظبط. فهاخد ده كوبي، نحطه هنا، ان هو ياخد ده كمان هنا. ودول اللي انا هستخدمهم عشان الاوثنتيكيشن. هو بيقول لك بس استخدم variables، بس احنا مش محتاجين variables هنا. الهيدرز بتاعتنا ما فيهاش اي حاجة غير ان هو application json. البودي بقى اللي احنا شايفينه قدامنا ده هو الجيسون. الجيسون ده عبارة عن curly brackets زي كده، بتتفتح الاول وبعد كده بتبتدي تحط فيها بيرز من key و value. يعني انا دلوقتي عندي key هو name، ال value هو premium quality. تمام. ال key هو type، ال value هو simple، ال regular price كذا، ال description كذا. طبعا كل الحاجات دي لازم تكون string، لازم يكون بين quotations كده يمين وشمال. وبعد كل line، يعني هنا طبعا دي colon، تمام، وبعد كل line بستخدم كوما. كل لاين استخدم كوما بعديه، ما عدا اخر لاين ما بيبقاش وراه اي كوما. لو جينا حاجة زي categories هنا هنلاقي ان دي فاتح عامل array هنا، لان هو حاطط جواها بقى كذا كذا curly bracket هنا، لان الكاتيجوريز في كذا واحد. فهتلاقي هنا السكوير brackets جواها كذا حاجة، وبعدين برضو الكوما بعدها، هنا كوما بعدها، دي اخر واحدة بقى مفيش بعدها كوما، لان انا لو كتبت كوما كده هيعمل لي ايرور. شايفين الخط الاحمر ده؟ كده في ايرور. ما ينفعش اخر واحدة يبقى بعدها كوما لان مفيش حاجة تاني بعدها. طيب معنى كده ان دي الحاجات اللي انا لما هبعتها دي اللي هتعمل creation للبرودكت. طيب خلونا نعمل مثال بسيط خالص. انا هعمل create product بسيط خالص، مش هحط فيه categories، فخلينا نمسح الجزئية بتاعت الcategories. وكده كده لو احنا عملنا البرودكت من غير ما نحط كاتيجوري هو بيبقى uncategorized عادي على طول. ف premium quality simple ب21، وده شوية description و image. ما عندناش image دلوقتي فخلينا نشيلها. ماشي، ممكن هي فيها هي ال URL. فخلينا نعمل تيست كده ونشوف ايه اللي هيحصل. هعمل send، وده الريسبونس اللي جالي 400 bad request، يعني ده ما تمش، ما نفعش. طيب خلينا نشوف ايه المسج اللي جات لي عشان اعرف اصلح الحاجة اللي موجودة. بيقول لي مفيش ايمج على الويب سايت بالاي دي ده، يعني دي مش موجودة. فيا اما انا احط ايمج صح، يا اما انا هشيل دي خالص دلوقتي عشان احنا بس بنعمل تيست.
وهعمل send تاني. هنا قال لي invalid JSON body passed. طيب ايه المشكلة هنا؟ نسينا نشيل الكوما، ودي الحاجة اللي لسه قايلها حالا. فخلينا نشيل الكوما دي كده ونعمل send تاني. اهو كده طلع لي created، كده البرودكت ده created ومطلع لي بياناته. طبعا انا لما بعمل البوست ده انا مش بعمله من بوست مان بقى، بعمله مثلا من السي ار ام، فبحتاج ان انا اتشيك على المسج دي عشان ممكن اطلع منها حاجات انا عايزها عشان هكمل بيها بعدين. فمثلا انا عملت البرودكت ده وجالي الاي دي بتاعه وجالي البيانات بتاعته كده، فباخدها واعمل بيها كريشن تاني على السي ار ام عشان يبقوا متماشيين مع بعض، او على الانفنتوري مانجمنت سيستم او ايا كان. فالريسبونس ده لا يقل اهمية عن الريكوست اللي انا ببعته، لان هو بيقول لي ايه اللي حصل. طيب لو رحنا بقى كده على الوو كوميرس، على البرودكتس اهو، بريميوم كواليتي اللي لسه معمول، الاي دي بتاعه كام؟ 10/56. هو 10/56 بالظبط. طيب انا بقى عايز المرة دي اعمل edit عليه، يعني انا عندي البرودكت وعارفه، عايز اعمل edit عليه. هنروح على الدوكيومنتيشن تاني ونشوف الايديت بيتعمل ازاي. اهي update a product، هروح عليها كده. هنا هلاقي put زي ما قلنا هو الابديت. هو put و batch الاتنين update، بس يعني احنا بنستخدم put دايما، هو الاكتر في الاستخدام يعني. فخلينا ناخد الميثود دي برضو بتاعتنا اهي، واحطها على البوستمان، ونعمل import جديد. هحط برضو نفس الاوثرايزيشن، فخلينا ناخدها من اللي فاتت. كوبي وبيست هنا. عرفتوا ليه بيقول لنا استخدم variables؟ عشان احنا لو سيفناهم في variable نقدر ان احنا نحط اسم ال variable زي consumer secret كده على طول ويبقى saved يعني. header ما فيهوش حاجة. البودي محتاج ان انا احط في البودي الحاجات اللي انا هغيرها. طيب انا هغير ايه؟ انا مش هغير price، فخلينا نشيل البرايس ده خالص. انا هغير اسم البرودكت. اسم البرودكت كان ايه؟ لو جينا هنا هنلاقي name، هو اسمه name بس مفيش اي مشكلة. فخلينا نكتب هنا name والكولن بتاعتنا، والنيم هيبقى ايه؟ test product name change. تمام. ومفيش بعدها اي حاجة عشان هو لاين واحد ومش هغيره. طيب سؤال، هو هيعرف منين البرودكت اللي انا عايز اغيره؟ لو بصينا في اليو ار ال هتلاقيه كاتب لي products وبعد كده الاي دي بتاع البرودكت. فالاي دي بتاع البرودكت ده هو اللي بيقول له انهي برودكت اللي هيتغير. طبعا احنا هنا كنا معانا الاي دي اللي هو ده، فهو ده الاي دي اللي هيتحط هنا. وهعمل send وتعالوا نشوف ايه اللي هيحصل. not implemented عشان نسينا نغير الويب سايت هنا. دايما كده انسى حاجة مش عارف ليه، بس كويس عشان ايه نشوف الغلطات اللي بتحصل ونعرف نعالجها. بيست، ادي الويب سايت بتاعي. تعالوا نسند تاني. طيب خلاص كده خلص الابديت، بعتلي قال لي الاي دي برضو وقال لي الاسم الجديد كذا. تعالوا نروح نشوفه. اهو انا عندي بريميوم كواليتي. تعالوا نعمل ريفرش اهو جالنا تيست برودكت نيم تشينج، ده التشينج اللي احنا عملناه. طيب تعالوا نتست بقى الويب هوك، وازاي هو لما يحصل اوردر مثلا او يحصل ان حد يكريت برودكت جديد يجي لي نوتيفيكيشن بالكلام ده وبالداتا بتاعته. هنروح هنا وهنكتب ال webhooks.site. طيب انا دلوقتي فتحت webhook.site. هتلاقي عندك اول ما تفتح، لو مثلا اول مرة المفروض هتلاقي زي كده. لو عايز تعمل اكونت هتعمل ساين اب او لوجن عشان تسيف الداتا لو انت عايز تعمل لها سيف بعد كده. فانا عندي هنا اليونيك يو ار ال، وده اللي انا هاخده هستخدمه ان انا احطه في اليو ار ال للوو كوميرس. فخلونا كده ناخد ده كده كوبيت خلاص. هروح على الوو كوميرس في السيتنجز برضو،
على ادفانسد، المرة دي هختار ويب هوكس. هنا انا كان عندي ويب هوكس قديمة كنت ببعت للسي ار ام وحاجات لزو فلو، فخلينا نعمل واحد جديد، اد نيو. وعادي ما فيهاش مشكلة ان لما يحصل مثلا اوردر جديد يبعت لكذا مكان، دي حاجة عادية جدا. فخلينا هنا نكتب تيست بوكس. انا عايزه اكتف مش disabled، لان انت ممكن تقدر تقفله لفترة معينة لو انت مش محتاجه. التوبيك ايه بقى؟ انا عايزه يبعت لي لما ايه اللي يحصل. كل الحاجات دي متاحة عندي، بس خلينا نقول لما اوردر جديد مثلا، او لما اوردر يحصل له ابديت، يعني اسرع في المثال بتاعنا. كل ما يحصل ابديت لاوردر ابعت لي البيانات الجديدة بتاعته. الدليفري يو ار ال هو اليو ار ال اللي انا لسه واخده دلوقتي من هنا، هو ده. سواء بقى عندك سي ار ام او بتستخدم حاجه زي زابير، بتستخدم حاجه زي زو فلو، او الاوتوميتور اللي هنحطه على الوورد بريس بعد كده وهنشوفه، هيديك يو ار ال تقدر تستخدمه ويقدر اي حد يبعت لك عليه بيانات. فهنيجي هنا كده ونحط اليو ار ال بتاعنا. السيكريت مش مهم، يعني ما نحطوش، هو هيتحط اوتوماتيك. وهنستخدم ال v3، هو اجدد حاجه. سيف ويب هوك. كده خلاص، كده المفروض اول ما يحصل اوردر يتبعت لي هنا، وهيجي لي نوتيفيكيشن بالحاجه دي. انا هنا يعني اتبعت لي اول حاجه ان حصل الانتجريشن، او ان انا حطيت الويب هوك بتاعي على الوو كوميرس، فهو بيعمل تيست وبيشوفه شغال ولا لا. فكده اول تيست تمام شغال. خلونا بقى ايه، نعمل اوردر او نابديت اوردرز اللي عندي. مثلا كده ده بروسيسنج، ممكن نعمله بدل بروسيسنج ان هو on hold مثلا، update. المفروض كده يتبعت لي البيانات بتاعة الاوردر هنا، يعني انا المفروض استناها ويجي لي واحد تاني. الوو كوميرس بياخد دقيقة تقريبا عقبال ما يبعت، اقل من دقيقة اهو بعت. لو بصينا عليها بقى كده هلاقي الاوردر اي دي 927. تعالوا نتأكد كده، اهو ده الاوردر اي دي فعلا 927. البيانات بتاعته بقى كلها، بيانات الاوردر، كل البيانات اللي انت محتاج تعرفها هتلاقيها موجودة هنا. بس فده كده الويب هوكس اللي اول ما تستقبله المفروض بتعمل بيه حاجة بقى بعد كده. فده كانت نظرة سريعة عن الويب هوكس وازاي نستخدمه وايه الفرق بينه وما بين الاي بي اي. لو عندكم لسه اي اسئلة طبعا حطوها لي في الكومنتس وهرد عليكم. المفروض الفيديو الجاي هنعمل حاجة أو مثال حقيقي عن طريق الووكوميرس، ونشوف ربط ال API ده ممكن يبقى عامل ازاي، وازاي ممكن نستخدم الأوتوميتور، وازاي ممكن نخلي حد عن طريق فورم يحط بيانات وتتحط على الويب سايت. فممكن نشوف كل ده، وكمان نشوف السي ار ام بقى ازاي لما اليوزر او الراجل اللي شغال على السي ار ام او الانفنتوري سيستم لما يحط برودكت، البرودكت ده يتابديت اوتوماتيك على الوو كوميرس. فنشوف ده كله في الفيديو الجاي ان شاء الله.